واش فايت لك حلمتي بشي نهار اللي تكون عندك فيه ديك الفورمه المثاليه اللي كتجمع لك بين القوه والجاذبيه وحتى الصحه ديالك؟ جسم مثالي راه ماشي غير شكل وصافي، بالعكس واحد الاسلوب ديال الحياه ديال كل راجل واللي كيخليه تنعم ديك الثقه وديك الراحه النفسيه. الا كنتي ما عارفش منين تبدا ما تخافش، راك في الفيديو الصحيح. غنعطيك الدليل كامل باش تبدا من الأ حتى الزيت وباش تبني ديك الفورمه اللي كتحلم بها. فيديو غادي يكون عامر موتيفاسيون ومعلومات اللي هي قيمه. معكم ديفلوب الدارجه ونبداو على بركه الله. باش تبني ديك الفورمه المثاليه راه ضروري تكون كتريني مثلا الفيتنس ولا الكاليستينيس، وهادو راه بجوجهم ناضيين وتقدر تبني بهم ديك الفورمه المثاليه. غير هو اختار انت الرياضه اللي كترتاح فيها. ولكن في هذا الفيديو غادي ندويو غير على الفيتنس، داكشي علاش غادي نخليو الكاليستينيس ابار. وإلا بغيتوني ندوي على شي فيديو اللي يكون مخصص قولوا لي في لي كومونتير. اوكي، الفيتنس اولا اللي كتسمى برياضه كمال الاجسام، وهي اللي كتعطيك داك الجسم المثالي. ولكن بلاتي يجي بعدا نعرفوا كيفاش كيكبر داك الميسك. انت بحيث كتمشي لاصال وكتريني كتخدم مثلا البوش ابس ولا الديد ليفت ولا السكوات ولا البنش بريس، المهم اي تمرين كدير فيه الثقل والضغط على العضله ديالك. انت هنا كتمزق دوك الالياف العضليه بحيث كتريني، وطبعا بحيث كتوفر لهم ديك الماكله الصحيه وداك النعاس والراحه مزيان. هادوك الالياف العضليه اللي مزقتي في لاصال كتعاود تكبر وكتبرا تولي قويه. فهمتي دابا البلان؟ راه لينا دابا شي بروغرام بسيط للشباب اللي يلاه غادي تبدا. الا كنتي يلاه بادي، شوف بالرجوله ما تفوتش 3 المرات في السيمانه. غادي تقول لي علاش؟ انا غادي نجاوبك. بلاص ما تريني انت مثلا 6 المرات في السيمانه، خذ غير 3 المرات في السيمانه وحاول تواظب عليها 3 شهور. على ما الذات ديالك تولف يبانوا دوك النتائج، ومع الوقت بدا زيد شويه بشويه. علاش قلت لك هاد الهضره؟ حيت ما بغيتكش تطيح في داك البلان ديال تمشي موتيفي على لاصال وتضرب 6 المرات في السيمانه حتى ترهق راسك والذات ديالك وتحبس. هادشي اللي ما بغيناش. بغيتك تكمل لاصات وتوصل لداكشي اللي بغيتي. انا نعطيك واحد البروغرام اللي بسيط تقدر تبدا به. النهار الاول غادي تخدم فيه الصدر والكتاف والتريسيبس. غادي نبداو باول عضله واللي هي الصدر. غتخدم فيها الدمبل بنش بريس. غدير فيها 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. غتسالي منها وغادي دوز الانكلاين دمبل بريس. غادي دير فيها 3 ديال المجموعات من 8 حتى ل 10 ديال التكرارات، وحاول تخدمهم مزيان بتكنيك اللي هو صحيح. تسالي منها دوز الديبس. حاول تخدم فيها 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. ودابا سالينا الصدر ندوزو للكتاف. غتبدا باول تمرين واللي هو لاترال ريزيس. غتخدم فيه 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. تسالي منه دوز للكتاف اللور. غتبدا بالاكزرسيس الاول واللي هو البنت اوفر ريفيرس فلاي. غدير فيه 3 ديال المجموعات. غتخدم فيه من 10 حتى ل 12 تكرار. حاول تركز مزيان في التمرين ديالك وبشويه عليك، ما تزربش في الخدمه. ارا لينا دابا التريسيبس. غنديروا فيها جوج ديال التمارين. غنخدموا فيها تريسيبس بوش داون. غنخدموا فيها 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 تكرار. ودابا غادي ندوزو للتمرين الاخر اللي هو اوفر هيد كيبل تريسيبس اكستنشن. غنخدموا فيه 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. وبغيتك تخدمها بالتركيز وبشويه عليك، زائد الراحه بين كل تمرين. وها انت كملتي النهار الاول ديالك، والنهار الثاني غادي ترتاح فيه. النهار الثالث غتخدم فيه الظهر والبيسيبس. نبداو بواحد 5 دقائق ديال التسخينات. سالي منهم جي بدا باول تمرين واللي هو اللاتس بول داون. غدير فيه 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. تالي منها غدوز للدامبل روز. غدير فيها 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. حاول تخلي الظهر ديالك يكون مسرح ومقاد وما تعوجوش باش ما تجيكش شي اصابه، وخدم غير بالوزن اللي تقدر تخدم به. تالي منها وندوزو ليكزرسيس الاخر واللي هو الباربل رو. حاول تستريتشي العضله مزيان وتسكويزي. غدير فيه 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. وما تنساش تساليها البولابس. دير فيها اللي قديتي عليه وصافي. ودابا سير ارتاح مع راسك واحد 5 دقائق واجي نفرغوا ديك البيسيبس. غتبدا بالتمرين الاول واللي هو الدامبل بيسيبس كيرلز. غدير فيها 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 تكرار. تسالي منها غادي دوز ليكزرسيس الثاني واللي هو الكابل بايسيبس كيرلز. غدير فيها 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. تسالي منها غدوز ليكزرسيس الثالث واللي هو الكابل هامر كيرلز، واللي كيستهدف لك فيه البيسيبس من برا وحتى لافونبرا. غدير فيه 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 تكرار. وها انت ساليتي النهار ديال. النهار الرابع غادي ترتاح فيه، والنهار الخامس غادي تخدم فيه الرجلين. غتبدا باول تمرين واللي هو السكواتس. غدير فيها 4 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 تكرار. سالي منهم غادي تدوز للاكزرسيس الثاني واللي هو الليج اكستنشن. غدير فيه 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 تكرار. شوف هاد التمرين هذا بغيتك تركز فيه بزاف، غتخدم شويه عليك باش تستافد منه. ومن بعدا غدوز للتمرين الثالث واللي هو الليج كيرلز. غدير فيه 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 تكرار. وها انت ساليتي
ديال الرجلين. راه لينا دابا ندوزو لي زابدو، غتخدم فيهم البلانك، غدير فيها من 30 حتى 60 ثانيه، وما تنساش معاهم لي غريزس والكرانش، حتى هما داير فيهم 3 المجموعات من 15 حتى 20 تكرار. وها انت ساليتي البروغرام ديال لونطريما ديالك 3 المرات في السيمانه. ندوزو دابا الماكله واللي هي مهمه من هذا الشيء كامل. يعني خاصك تقاد الوجبات ديالك، تاكل لي بروتين مزيان بحال الدجاج، البيض، الحوت، اللحم، حاول تعتمد عليهم مزيان. الا بغيتي تعرف شحال كيحتاج الجسم ديالك ديال البروتينات، ضرب الوزن ديال الجسم ديالك في جوج. مثلا الا كنتي كتوزن 70 كيلو ضربها في جوج وغادي تعطيك 140. هذيك 140 غرام هي الكميه ديال البروتينات اللي محتاجها الذات ديالك، فحاول تعتمد عليه مزيان حيت هو اللي غادي يعاونك في بناء العضلات. وما تنساش معاه مصادر اخرى بحال الكربوهيدرات، بحال الروز، الشوفان، البطاطا حلوه، والدهون الصحيه بحال الزيت البلديه والافوكا حتى هي، والياف غذائيه بحال الخضره كونفورا ولا الخس ولا الخيار. هاد المصادر اللي قلت لك حاول تقسمهم في الوجبات ديالك. وما نساوش الا بغيتي تكبر الماسلز راه خاصك ضروري تقاد النعاس ديالك، يعني تولي تنعس بكري، حيت فاش كتكون ناعس ديك الوقت بالضبط هي فاش تكون ديك العمليه ديال الاستشفاء العضلي، وهكا غادي تبني واحد الفورمه اللي نقيه. بارطاجيت معاك الخلاصه والعصاره ديال هادشي هذا كامل. نتمنى تكون استفدتي، ونتمنى تبدا من اليوم تخدم على هذيك الفورمه اللي انت كتحلم بها، حيت راها ماشي حلم، بالعكس هي واحد النتيجه ديال الخدمه والتماره كل نهار. وما تنساش تثق في راسك وتوكل على الله عز وجل. شوف ما تنساش تفرق عليا دوك العضلات. وهنا غادي يكون الفيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، راك تما.